الحالة السادسة من الحالات الثمانية لإدغام المتجانسين إدغام الثاء في الذال من قوله تعالى يلهث ذلك مثل القوم في سورة الأعراف، يلهث ذلك. فالثاء والذال كما نعلم من المخرج نفسه لأنها حروف لثوية، فهنا التقى ثاء وذال والثاء ساكنة، فالمفروض أن نحول الثاء إلى ذال عند الوصل. لو وقفنا نقول يلهث بثاء، لكن لو وصلناها نحولها إلى ذال وندغم الذال في الذال فنقول يلهث ذلك، هكذا المفروض. لكن ورد أيضا يلهث ذلك بالإظهار قراءة، ورد. طبعا لما نقول قراءة يعني هذا هو الصدى لبعض القبائل العربية. إذا نرى على اللوحة وقد ورد في هذا الحرف مع كونه من المتجانسين خلاف بين القراء، فأظهره بعضهم وأدغمه الباقون، ولحفص من طريق الشاطبية فيه الإدغام فقط. إذن من كان يقرأ برواية حفص من طريق منظومة الشاطبية ووصل إلى أو تتركه يلهث في سورة الأعراف، فإن وقف على يلهث لا إشكال، يلهث. لكن إن وصل يلهث بذلك فليس له إلا الإدغام، يلهث ذلك. أما إن كان يقرأ برواية حفص من سلاسلها 54 سلسلة الموجودة في النشر والمحتوى في منظومة طيبة النشر لابن الجزري رحمه الله، ففي تلك السلاسل بعض الرواة عن حفص رووها بالإظهار، يلهث ذلك مثل من غير سكت، يلهث ذلك، أو بالإدغام كالشاطبية يلهث ذلك. هذا هو الحرف السادس أو الحالة السادسة، التقاء الثاء بالذال.